في المسألة 13 صفحة 65. الجدول ده بيتكلم عن عدد مواسم الانتخاب اللي هي واحد، الموسم الأول والموسم التاني والموسم التالت، وتلات بقرات اللي هما بقرة A وبقرة B وبقرة C. البقرة A جابت في الموسم الأول 4200، والموسم التاني والتالت ما جابتش، ماتت بقى، معرفش راحت فين. الموسم اللي هي البقرة رقم B جابت في الموسم الأول 3800، والموسم التاني 4300، والموسم التالت ماتت. البقرة سي جابت في التلات مواسم. تمام. رتب تلك الأبقار تنازليا تبعا لقيمتها التربوية وقابليتها الإنتاجية المستقبلية. هنكتب قانون البي في، بس هنا في ملحوظة، هنجيب البي في الأول للتلاتة والام بي بي اي للتلاتة برضو، الاي والبي والسي. المشكلة بقى هنا اللي هي ان ما كانش فيه المكافئ الوراثي، لسه عطاهولنا في المحاضرة، اللي هي 25%، والمعامل التكراري ب40%. وفي ان عشان اجيب الاكس مثلا للبقرة الاولى اللي هي ب4200، طب للبقرة التانية هتساوي 3800 زائد 4300 اللي هي متوسطهم يعني على عددهم اللي هي الاتنين، وهنكمل بيها بقى المسألة عادي. والاكس داش موجودة اللي هي ايه 4000.